السلام عليكم. معظمنا يسمع عن اختبار الحوصلة، مش اختبار الحوصلة، لكن محدش جه في يوم من الأيام قال نعملها ازاي. كلام نظري. طب تعال نتكلم في العمل. أنا ماسك الحوصلة في ديت، المفروض إن هي عاملة زي ما يكون شوكولاتة سايحة جوه جراب يعني. عارفين الملمس بتاع الشوكولاتة لما تبقى تسيح كده، اللي هو أنا أحس إن أنا إيه، لا هي ناشفة ولا هي طرية، التلتين مية والتلت علف. تلتين ميه والتلت علف. الملمس اللي انا ايه، ايدك كده بعد اذنك، فاهم انت الملمس ده؟ اه. الملمس ده يبقى الفرخ واكل مظبوط وشارب مظبوط. طيب لا قدر الله، الاول انا بختار الفراخ دي ازاي؟ ما اختارهاش من على العلافه عشان هتبقى اكلت ولسه ما شربتش، ولا اختارهاش من على السقايه لان هتبقى شربت اكتر هتخدعني. لا، انا اختار من الفرخ النايم اللي هو خلص اكل وخلص شرب، وهو ده اللي احكم عليه. طيب لو انا لا قدر الله لقيته شارب ميه كتير، يعني الحصاله كلها ميه وفيها علف قليل، اعرف ان الفرخ ده يا حران يا ناقص هوا. طيب لا قدر الله اعكسها بقى، ان لقيته واكل قد كده اهوت ومش شارب نقطتين ميه، يبقى ده كان بردان. يبقى تاني، لو ان التلتين ميه والتلت علف يبقى الفرخ مظبوط. العلف اكتر بكتير من الميه، او يعني زي ما بيقولوا كده الحصاله ناشفه، يبقى الفرخ ده برد وبالتالي راح عند العلف عشان يدفي نفسه. طيب لو الميه كتير يبقى الفرخ ده اتحر وبالتالي شرب ميه اكتر. انا كده اعرف ايه اللي حصل في العنبر من الحصاله ده، ايه اللي حصل قبل كده مش اللي حصل دلوقتي. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.